اسمعوا لي خوتي التصريحات هذو اسمع. سعدت وتشرفت بمقابلة السيد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون، وكان في الحقيقة لقاء شيق حيث أبلغت تحيات السيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس السعيد، تداولنا الحديث حول الروابط والعلاقات المتميزة التي تربط الجزائر وتونس، وكانت مناسبة أيضا للوقوف عند العديد من المحطات النضالية التي جمعت الجزائر وتونس، وتحدثنا على مزيد تفعيل التعاون وتوطيد العلاقات بما يخدم شعبينا وبلدينا الشقيقين. إذا اليوم متابعينا الكرام كما سمعتوا في هذه التصريحات، والحمد لله الحمد لله يا ربي، الصدق والمصداقية، الصدق والمصداقية خوتي. اللي تبعني، اللي راه متبعني خوتي، على بالو باللي أول من تكلم على أن هناك زيارة أو زيارة وفد هام ووفد حكومي رسمي تونسي إلى الجزائر، كما راكم تشوفوا هنا في الفيديو راه استقبله عمي تبون. راح نعطيكم منالة واش هضروا كاع، انتم سمعتوا ديجا تصريحات تاع السيد، هضر لكم كل شيء على توطيد العلاقات الجزائرية التونسية، تكلم على كل شيء ورد على المشككين وأصحاب الفتنة والكلاب اللي حبت تدير فتنة بين الشعب الجزائري والشعب التونسي. وسبق أن حذرت من هذا الأمر، وارجعوا للفيديوهات تاعي. نحن لسنا دعاة للفتنة، احنا رانا نقولوا يجب أن نضع النقاط فوق الحروف. أي كلب مرخص يحاول أنه يشوه بسمعة الجزائر ولا طيح بسمعة الجزائر، احنا ما يشرفناش أنه نتعاملوا معاه. الدولة الجزائرية لا تحتاج لأحد، والدولة الجزائرية هي من تفرض القوانين تاعها. رئيس الجمهورية اليوم متابعينا الكرام أثناء استقباله عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للأقاليم والجهات التونسي والوفد المرافق له. الوفد المرافق له متابعينا الكرام فيه وزير الطاقة، فيه وزير الزراعة، فيه وزير طبعا التعليم العالي، وزيرة الثقافة، باش يحطوا النقاط فوق الحروف وباش يربيوا هذوك الكلاب اللي قاعدين يسبوا في الجزائر ويهاجموا في الجزائر ليلا ونهار. قالها لكم رئيس الجمهورية هذه الخطرة هذه، احنا ما عندناش مشكل مع تونس، احنا عندنا مشكل مع بعض الكلاب التي تهاجم الجزائر وراهي تشوف بأن الجزائر تحقر في تونس. قلت لكم مرارا وتكرارا، إلا راكم تشوفوا في رواحكم انتم ناقصين، إلا راكم تشوفوا رواحكم انتم ناقصين، مشكلتكم ماشي مشكلتنا. واني كنت نهضر انا على هذوك الطحاحنه اللي داروا فيديوهات يقول لك لا انتم تكذبوا كيفاش وما كانش منها. الحمد لله اللي راهم يتبعوا فيا سواء في اليوتيوب ولا في اي موقع من المواقع، ادخلوا لليوتيوب خوتي، اللي راهم يتبعوا فيا في التيك توك ادخلوا لليوتيوب تلقاوني، اكتب بالجزائر الحر في اليوتيوب يخرج لك الفيديو تاعي مباشره. احنا ما راناش نقصروا ولا فارغين شغل. الدولة الجزائرية والدولة التونسية كل ما تكون هناك شرارة لفتنة وشرارة للتفرقة بين الدولتين، لأنه الشعب رانا نشوفوا التوانسة راكم تشوفوا كيفاش راهم يرحبوا بنا، الله يبارك. التوانسة في التيك توك راهم ليل ونهار يسبوا فينا ويطيحوا لنا، علاش؟ الله أعلم. رغم أنه مصلحة تونس، وكما قال محلل تونسي قال مصلحة تونس راهي في الجزائر، مصلحة تونس الشقيقة راهي مع الجزائر، وتونس ما تقدرش تعيش بلا الجزائر، والاقتصاد التونسي ما يقدرش بلا الجزائر. هذه حقيقة يجب أن يعلمها الجميع. الاقتصاد التونسي ما يقدرش بلا الجزائر من الأخر، وهذه حقيقة. رغم أنه بعض الإخوة التونسيين راه على بالهم باللي الاقتصاد التونسي راه مبني على الجزائر، الاقتصاد التونسي وكل حاجة متعلقة بتونس راهي في الجزائر. وهذه الحقيقة هذه اللي قلناها. التوانسة كامل قالك نتوما راكم تكذبوا وما كانش منها.
نهار كي طحتوا نتوما اون بان في السياح، نهار اللي صرات واحد العمليه ارهابيه في تونس، نشفى لها، صرات العمليه اليوم بعد 4 ايام. تونس دارت اعلان طوارئ، وبسبب اعلان الطوارئ هربوا منها تقريبا واحد 2,780,000 سائح راحوا من تونس. تخيلوا معايا انه الفنادق التونسيه عوضت السياح وخسرت تقريبا واحد 6 مليون دولار في سمانه واحده بعد العمليه الارهابيه. التوانسه رفعوا يديهم الى السماء وقالوا يا الله ابعث لنا شي جزائريين يعاونونا. في وقت الازمات، في وقت الشده، تشوفوا فينا زعماء ورجال. واحد التونسي دار فيديو، واحد التونسي اللي مات هذوما ما فهمتش انايا، حنا على بالنا باللي راكم تبروفوكيو فينا باش تطلعوا لي كونت تاعكم في التيك توك، حنا على بالنا باللي جيعانين وراكم حابين تطلعوا بالتيك توك كش ما تاكلوكش ما تسترزقوا، على بالنا بكم. بصح باش تطلع الكونت تاعك على حساب الجزائريين وتسب الجزائريين، هذه ماشي رجله. ديجا مريم الدباغ قالتها لكم، قالت لكم ما كانش رجال في هذيك اسمه لا غالب. كان جيتوا رجال، كان جيتوا رجال باك كان ندخلوا في هذه المناوشات ما نحبسوش ليسونسيال. الوفد التونسي الذي زار الجزائر اليوم والتقى مع رئيس الجمهورية اتفقوا على العديد من الأمور. من بين هذه الأمور اللي اتفقوا عليها أنه يوصلوا إلى أرضية اتفاق من أجل تسليم المطلوبين للعدالة، سواء الجزائرية ولا التونسية. وأي كلب من الجماعة هذوك اللي قاعدين يسبوا ويطيحوا للجزائر في تونس سوف يتم معاقبته ويتم يعني مثلا واحد يسب الجزائر من تونس سوف يتم محاسبته. اللقاء الذي طبعا حضره اليوم رئيس الجمهورية، حضروا عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة، بوعلام مدير الديوان رئاسة الجمهورية، عمار عبا مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، وفريد كورطال مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الاقتصادية. باش يستقبلك تبون شخصيا ويجلسك مع هذا الناس مع الوفد المرافق لك، عارف باللي كاين أمر خطير جدا راه يدبر، والحمد لله الجزائر راهي دائما ما تسبق الامور. ومن بعد نزيد نحط لكم فيديو على هذه الامور هذوما تاع الفتنه قدامنا، لانه تونس ما جاتش باش الجزائر كما يروج له في مواقع التواصل الاجتماعي، لانه بعض البعره والحمره تاع بوزبير يروجون بان تونس ذهبت للجزائر من اجل التفاوض. الذي يفاوض والذي يطلب ان يتفاوض ما يروحش يستدعي. الله غالب، الله غالب. ولدي فرق مقامات فرق تخمام، والبعير مسكين الحمروكي مسكين البعير الله غالب، هذا هو التخمام تاعو، هذا هو الجهد تاعو. البارح كي قلنا لهم قلت حافظ الدراجه نحاوها راه ورجع، قال لك لا قال لك راه رجع بشروط. مليح ان شاء الله. خوتي انا ما نلومش هذوما اللي قاعدين يديروا في الفتنه ويسبوا فينا ويطيحوا لنا، انا نلوم اللي ما راحش يشوف او اللي راه يشوف وما يبارطاجيش باش توصل المعلومه، راه يبخل انه المعلومه الحقيقيه توصل، هو على باله في قراره نفسه انه هذه المعلومه الحقيقيه وما يبارطاجياش. لماذا؟ لانه عنده عقده من واحد اسمه جزائري حر، والحمد لله على نعمه الجزائر. بارطاجيو خوتنا الفيديو. هذا هو اللقاء الذي جمع بين طبعا رئيس المجلس الوطني للاقاليم والجهات التونسيه وعماد الدربالي والوفد المرافق له مع رئيس الجمهورية تبون والوفد اللي كان معاه ثم. السلام عليكم. على حدود نتاعنا ونتاعهم باش معناه ينجموا ياخذوا ماء اكثر منا والا يغرقونا. اثنين، حبوا يبدلوا العاصمه تاع الميديا اللي هي تبعتنا نحن، يحبوا ياخذوه بالسيف. اليونسكو قال لهم لا، عاداتنا وتقاليدنا، الماكله، اللبسه، الغناء، المعمار. حطوا عملاء نتاعهم في البرلمان نتاعنا، فهمتني؟ به منحة السفر هذيك لتونس راهي باش تضرب السياحة نتاعنا، فهمتني؟ يبيتوا في الشوارع، ياكلوا من العطار، فضايح، مش غير متحضرين، فهمتني؟ شوف الحمامات كيفاش ولات مدينة أشباح، يجيبوا في أمراض جنسية، أنواع مخدرات كيما الليريكا ما كناش نعرفوها. التدخل في الشأن التونسي، فهمتني؟ يعطي رأيه في المرأة التونسية وانتم ما عندكمش نساء اللي هما نساهم في الخليج اللي شدوها في الدعارة تقول لهم أنا يا تونسية يا مغربية، عندهم شوية مش نورمال، مخيق على نسبة في أفريقيا. الأوروب الكل يكرههم على السرقة، فهمتني؟ عندهم عقلية السحور، العين، فهمتني؟ حتى في الأغنية متاعهم هاكم ذكر شو عملوا لمصر المغرب.
السعودية هازين لي درابو في بيت الحج، فهمتني. فرنسا البرلمان البريطاني يحكي عليهم، فلسطين وسوريا يعايروا فيهم باللي عامل. ليه تو هذم يتخالطوا؟ هذم تحلونا معاهم الحدود؟ يا مستشفى أمراض عقلية يا خويا، هذايا راهو يمس بالأمن القومي التونسي. أنا هاني حكيتها تو، كنتوا تقفوا على كلامي في المستقبل 3 سنين 4 سنين، فهمتني، وقت اللي يستعملوكم كومبليتمون تقفوا على كلامي. السلام عليكم.